تعرف في الصلاة 7 مواضع للدعاء، من كبرة الله أكبر إلى التسليم أنت دعوت الله 7 مرات. وفي اليوم والليلة 5 صلوات، 5 في 7 35 مرة أنت دعوت الله. نتعرف عليها بهذا الفيديو. الله يجزاكم الخير، لايك وإضافة يشوف المقطع غيركم والكل يستفيد. الموضوع الأول دعاء الاستفتاح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أثناء قراءتك للقرآن. كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن في الصلاة إذا مر بآيات عذاب استعاذ الله من شرها، وإذا مر بآيات رحمة سأل الله من فضله. الموضوع الثالث للدعاء في الركوع. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يقول بعد سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي. الموضوع الرابع للدعاء في الصلاة عند الرفع من الركوع. ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الموضع الخامس للدعاء في السجود، وأقرب ما يكون العابد من ربه وهو ساجد، ويقول عليه الصلاة والسلام أكثروا فيه من الدعاء. الموضع السادس للدعاء بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وعافني. هذا دعاء. الموضع السابع للدعاء في الصلاة بعد التشهد الأخير قبل السلام. هذا هو وقت الدعاء. كان الأنبياء والصحابة والصالحين والعلماء يكثرون من الدعاء قبل السلام في الصلاة. والله تعالى أعلم.